السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة فيديو جديد ولقاء جديد بيكم، يا رب تسعدوا بيه. حبايبي اللي أول مرة يشوف قناتي، يدوس اشتراك ويفعل زر الجرس عشان توصلوا كل الفيديوهات الجديدة إن شاء الله. ولو عجبكم الفيديو إن شاء الله يعجبكم، يا ريت تعملوا لايك للفيديو عشان يعلى وأكبر عدد من الناس يشوفوه. لو سمحتوا شوفوا الفيديو للآخر، لأن الأفكار بعرضها كلها في آخر الفيديو. يعني أنا بفضل أشتغل في الفكرة وفي الآخر أديكم إزاي تستخدموها وإزاي تتعاملوا معاها، مش بتبقى بطريقة واحدة، بكذا طريقة. الفكرة النهاردة حصرية، فكرة جديدة تماما محدش فكر فيها وما تخطرش على بال حد. أتمنى أنكم تتابعوا الفيديو لآخر ثانية، لان هقول لكم ازاي بعد ما تعملوا الفكرة ازاي تستخدموها، وتستخدموها في شهر رمضان ازاي، في الاعياد ازاي، وفي كل المناسبات ازاي. دي اللي بعرضه في اول القناة، الحاجات اللي عملتها الفترة دي. اتمنى تدخلوا الفيديوهات وتشوفوها ازاي اتعملت واتعملت من ايه. هنبتدي الفيديو من طبق مكسور بيترمي كل يوم عندنا، ملهوش اي قيمة. هنعمل حاجة تحفة جميلة هتنفعك في العيد وفي شهر رمضان وفي اي مناسبة ان شاء الله. تابعوا الفيديو وهيعجبكم ان شاء الله. انا هنا استخدمت شمعة بس، حسيت ان الشمعة مش هتنجز او مش هتسيح انا ولعت في الطبق. هو انتوا ولعوا في الطبق فعلا. وهتشوفوا بعد كده هنستفيد ازاي بالفكرة. حاولي تعمليها على البوتاجاز، بس تحرصي عشان لانه فعلا بيتولع في الطبق. وحاولي تجيبي شوكة او سكينة او اي حاجة عندك وتبتدي، والطبق سايح تدخليه باي شكل يعجبك. يعني شوفي الطبق شكله ايه وانت ابتدي اعملي الشكل اللي انت عايزاه، وبعد كده هنشوف نعمل ايه. والشمع نقط على المفرش، شايفين؟ هياخد معاكي الشكل اللي انت عايزاه. وممكن الفكرة ما تعملهاش بطبق بس، يعني ممكن تعمليها بأي علبة بلاستيك أو علبة بلامين موجودة عندك. هي الفكرة إن احنا بنسيحه وبعد كده نبتدي نشتغل فيه. كده احنا عملنا قاعدة للطبق ممكن يقف بسهولة منه. ده غطا علبة مأكولات جاهزة، رز بلبن أو كشري. سيحته برضو بنفس الطريقة على النار، هياخد الشكل اللي هيعجبك. يعني عايزة تعملي أي شكل اعمليه وابتدي الزقيه في الطبق.
بواقي خيوط تكون عندك او اي حاجة. ما كانش عندك خيوط، ممكن اي تيشيرت قديم او حاجة قديمة عندك، قفلي بيه الطبق. ممكن اللي عنده بلوفر قديم يفكه ويحطه، ما عندوش كده ولا كده ممكن بالفوم او باي حاجة موجودة عندك تلف حوالين الطبق. وانت بتلزقي الخيوط ظبطيها كويس بحيث ما تبقاش فيه اجزاء فلتة منها. اهو تقريبا خلص الطبق، وادي شكله في الاخر من بره. طبعا ممكن تزوقيه بالشكل اللي يعجبك. بقى عامل كده زي شكل البيت او شكل هتيجي بعد كده تجيبي الشريط اللي زي كده، ده بيتباع ب6 جنيه. بيتباع عند محلات الديكورات. ما عندكيش وما فيش خلاص، ممكن تحطي اي حاجة تغطي بيها الجزء اللي موجود في الطبق المحروق والجزء اللي حطيناه من علبة ممكن اي قماشة موجودة عندك، اي قطعة فرو، اي حاجة حطيها وغطي بيها الجزء ده، او حتى فايبر ممكن تحطيه هيدي نفس الفكرة. بعد كده اي حاجة زوقي بيها. التزويق ده حسب الرغبة، بس انا محبتش احط حاجات كتير علشان انا عايزة الفكرة تظهر، مش اغطي على الفكرة نفسها. يا بنات اعملوا لايكات كتير جدا للفيديو عشان يكبر. يعني ما تبقوش بخلاء في عمل اللايك. مش بمنتهى البساطة هتدوسي يبقى لايك عشان الفيديو يكبر ويوصل لأكبر عدد من الناس. اللي يقدر يشير الفيديوهات يشيرها عشان أكبر عدد يستفيد. طبعا انت ممكن تعملي فكرة من دماغك غير الفكرة دي تماما، بس اديكي عرفتي ان طبق مكسر ملهوش اي قيمة عملنا بيه فكرة ما تخطرش على البال ولا حد بيفكر فيها. ممكن تحطي وردة بسيطة كده، تحبيش تحطي ورد هتشوفي هنعمل بيه ايه. ممكن تحطي مجموعة من الزهور كمان، وتبقى الفكرة وقفت عند كده، انك تعمليه زي سبد زهر او ورود، تحطيه على مكتبة، تحطيه على سفرة، تحطيه في المطبخ في الحمام. مش عايزة تحطيه سبت ورد، ممكن تخرميه من تحت وتحطيه في الحمام، تحطي فيه الصابون يبقى زي صبانة. هتشوفوا هعمل بيه فكرة حلوة جدا لعيد شم النسيم، وبعد كده نعمل بيه فكرة رمضان ان شاء الله. شايفين؟ تجيبي البيض كده الملون تفرحي بيه ولادك وتحطه لهم بالطريقة دي. طبعا لو كان الطبق اكبر هيحط كمية بيض اكبر. ممكن تحطي نفس الوحدة دي فوق طبق اصلا يكون عندك او سلة، وتحطي فيه البيض وتحطي باقي البيض على باقي الطبق. هي مجرد فكرة، واجيب لكم الفرخة علشان تبقى جنب البيض بتاعها، هتشوفوه دلوقتي. ممكن طبعا تعملي في رمضان طبق للتمر، بس طبعا تغطي الجزء المكسور، وبعدين تحطي طبق التمر فوقيه، او هو يبقى طبق التمر محطوط نفس الوحدة دي فوق طبق التمر، ويبقى التمر نازل منه كده. الافكار كتير، حاولي تبدعي وتعملي حاجات احلى واحلى. المهم انك انت ما رميتيش الحاجة واستفدتي بيها. اتمنى انكم تعملوا لايكات كتير عشان الفيديو يكبر وقناتكم تكبر،
وأتمنى لكم رمضان كريم ويبلغنا رمضان، والسلام